عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هصور لكم كده الشقة بتاعت اخويا، شقة عريس. هي اتأخرت شوية، المفروض ان انا كنت صورتها اول ما فرشت فرش العروسة، بس انا اخرت الحكاية دي شوية لان كنت مشغولة وكده. مش عايزة اطول عليكم اكتر من كده. تعالوا بقى يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ننور بقى وكده. هنصور اول حاجه اوضه النوم. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله، يعني الله اكبر. طبعا هي مش فرشه الدرابيه بتاعتها، هي شايله الحاجه بقى اللي كانت فرشها في الارض. الدنيا حر هنا عشان هم في الدور الاخير والدنيا حر جدا عندهم. هات كده الفوط يا حسين، رسمه الفوط بس كده. بصوا الفوط دي انا واخت العروسه اللي رسمها. دي زي ما قلت لكم شقه اخويا، وكنا هنا حاطين كده البطاطين، وهنا الهدوم الخروج والشنط بتاعتها. طبعا الحاجه بقى انتوا عارفين هي داخله دلوقتي، ده قربت تخش في الشهر، والحاجه يعني ايه مش زي ما كانت مفروشه. كنت عايزه اصور لكم اول ما اتفرشت، بس بقى يا خساره ما كانش فيه فرصه. دي السراحه بتاعتها او التسريحه، في ناس تقول السراحه وناس تقول التسريح. بسم الله ما شاء الله عليها يعني، وحاجتها بسم الله ما شاء الله جميلة والله. وبرضك نظام التسريح جبناها بردك دراج، زي ما في فيديو عندي مصوراه بتاعت اوضه حسن وحسين، عامله السراحه بتاعتهم نظام دراج كده. فانت لما تيجي تشتري خلي بالك من الحته دي قوي. الدراج دي بتنفع العروسه جدا، حتى لو مش عروسه بتنفعك. بص هنا بردك دي كومودين تاني بردك، وعاملين لها هنا نظام علقه كده، معلقه فيها بقيه الشنط. هي الشنط بتاعتها كلها حطاها في الدولاب، ودي بقيتها. وده البانكيك ده حاطه فيه الشوزات بتاعتها والحاجه بتاعتها. وده كومودينو تاني ليه مرايه، بس للاسف بقى اتكسرت. طبعا احنا زي ما قلنا لكم هي شايله السجاد وشايله كله، الدنيا حر قوي هنا عندهم. تعالى بقى نطلع على الصاله والريسبشن. بقول الصاله والريسبشن. يلا بصوا، دي جزامه، دي عاملينها عموله. هي والنيش نفس الخامه ديت ونفس اللون. بصراحه للراجل اللي عاملها لنا الله يسمح له، يعني عاملها جميله. وهنا عامله الستاير بتاعتها حاجه هاديه خالص، ما حبيتش تعمل بقى البهرجه والكلام دوت. العروسه ذوقها هادي شويه، ما بتحبش البهرجه والكلام دوت. حتى هنا احنا فتحنا الشبابيك بقى، مش عارفه اوريكم بردك. هنا حتى هنا يعني حبت تحط الستاير بردك، عملنا لها اللي هو الستاير الدفن دي، وعملت حاجات رقيقه خالص وسمبل. حتى النوع الستاير بتاعها بسم الله ما شاء الله تحفه خالص. وده الانتريه، حاجات كده هاديه ما شاء الله عليها. بص النيش بقى الكيوت بسم الله ما شاء الله عليه، صغنون كده وهادي كده وجميل. تعالى كده الحاجه ديت، عايزاكم بقى في الكومنتات تقولوا ايه اللي عجبكم بقى في النيش وايه اللي مش عجبكم، عشان انا اللي جايبه الحاجه دي كلها انا على ذوقي انا وماما. تقولوا لنا بقى ايه اللي عجبكم وايه اللي مش عجبكم، اللي ما عجبكمش حاجه زي كده. انا بقولها صح ولا غلط يا حسين؟ لا صح. حاجات جميله ورقيقه. هو احلى حاجه النيش لما يكون صغنن كده. وطبعا دي اذواق، في ناس بتحبه كبير يعني النيش بتاعها كبير، وفي ناس بتحب الحاجه صغيره. وهنا طبعا درجين شايلين فيه حاجات بردك. دي كده دي الكرسي ده اللي بيفصل بين اوضه الليفن والصاله. هو عامل هنا الليفن وهنا الصاله، ده اللي بيفصل كده بقى. ننور الاضاءه كلها كده، ودي بتتنور من هنا. طبعا دي بقى اوضه الليفن زي ما قلت لكم. هو عامل بقى نظام الركنه كده برضك. يا جماعه قولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الركنه، عشان ذوقي برضك. والستاير برضك دي ذوق اخت العروسه، هي العروسه واخت العروسه ام يوسف. برضك قولوا رايكم فيها.
الجبسون بورد بقى هي حاطه حاجات رقيقه كده، هي ما بتحبش الحاجات الكتير، يعني هي مش حابه الكركبه كتير. ودول الاتنين الفوتيه دوت، او مش عارفه بيقولوا عليهم ايه بصراحه، مش عارفه اسمهم ايه. هوريكم بردك الستاره بتاعت هنا، هي عامله عشان الهوا مش عارفه هي حابسه الستاير كلها. وهنا بقى ايه كده اوضه الاطفال، وبتطلع منها على البلكونه. طبعا هي لما زي ما قلت لكم الستاير، هي المفروض في سرير تاني زي ده، بس احنا شايلينه عشان الاوضه صغيره. ده السرير، وطبعا شايله الدرابيات والحاجه زي ما قلت لكم. استنى ثواني اوقف كده حسين نشوف. وهنا حاجتها طبعا شالت الدباديب بقى والحاجه اللي هي كانت عاملاها فردها. وهنا بقى الفوط بتاعت الاطفال والطقمه، دي بردك المفرش القطيفه، وده تبع السرير الكبير عشان طبعا الدولاب هناك ما خدش. والدرابيه بتاعتها اهي، ودرابيه الاطفال اهي، يعني هنا وهنا. صور دي بقى. طبعا بقى المطبخ بتاعنا المحندق بقى الصغنون ده، ده دولاب المطبخ. طبعا هو عامله بقى المونتان، هو فوق وتحت، بس طبعا بقى المساحه صغيره شويه، فاحنا هنصورها على قد ما نقدر. طبعا العروسه شايله كل الحاجه اللي كانت محطوطه ومزوقين بيها. اعمل ايه في حسين ابني كسله ومرضاش يطلع يصور، وانا ما كنتش فاضيه اطلع اصور. وده الحمام، مش هينفع بقى نتكلم جوه. خلاص يا حسين.